ده بطلنا عيل جامد ومفيش منه اتنين، بيمتلك قوة رهيبة، ولكن فجأة كل حاجة بتتغير وكل تلاميذه بتموت. فبطلنا يسكت؟ طبعا لا، بينتقل لعالم تاني بقوة أكبر، وبدل ما كان قوي بقى قوي برو ماكس. بس عمل كده ازاي وايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه النهارده. فما تنساش بقى تذكر الله وتصلي على النبي، وتعالى اقول لك الحكايه من البدايه. بتبدا القصه بتاعتنا والرعد والبرق في كل مكان، وبطلنا تشاو واقف بعد 80,000 سنه من التدريب في العالم بتاعه اللي عمره 3000 سنه، وخلاص غير حياته وما بقاش راهب صغير، وما سمحش لاي حاجه انها تقف في طريقه، وطلع من عالم حقيقه الخيال لعالم الشمس، وبقى الاستاذ الاكبر والكل بيحترمه. والنهارده اخيرا هيخترق اخر طبقه من القيود، وبيبدا الهجوم بتاعه على تعبان بيظهر قدامه في السماء. بس للاسف سيفه بيتكسر وما بيحصلش اي حاجه للتعبان، وبيقول ان دي لسه محنه الرعد السماويه الاولى، وبيقرر يستخدم سحره، وبيبقى التلاميذ كلهم متحمسين، وبيستخدم فعلا السحر وبيهزم التعبان. والطلبه تحت بيكونوا فرحانين ومنبهرين جدا انه هزم محنه الرعد بكلمه سحريه واحده، بس في نفس الوقت بيبقوا خايفين من ضغط قوه البرق اللي فوقيهم، وخايفين الحاجز يتكسر ويموتوا كلهم. وهنا بيضرب البرق تشاو، فبيخافوا عليه كلهم، بس هو بيخرج منها وبيظهر واحد من قلب البرق وبيبقى اسمه هان. فبيقول له تشاو ان في النهايه ما قدرش يقاوم حقده واتدخل عشان يمنعه انه يخترق. فهان بيقول له انه بيغير منه، ومن اللحظه اللي اخترقوا فيها قبل كده وهو كان هيموت بس هو نجح بسهوله. فبيقول له تشاو عموما ما يحاولش انه يعمل اي حاجه علشان هو مش هيقدر يقف قصاده. فبيرد هان وبيقول له انه مش هنا لوحده اصلا، وبيظهر معاه 3000 من الاسلاف. فالمعلم بيقول لهم متجمعين في الخير دايما، وبيقول لهم كل دول عشان يمنعوه انه يخترق، والطلبه بتوعه بيقفوا بسرعه حواليه علشان يحموه، وبيقولوا له يكمل في الاختراق وهم هيوقفوا شله العواجيز دي. وبيبدا الاختراق فمحدش بيقدر يعمل حاجه، وبيشوف الطلبه بتوعه بيتضربوا على ايد العواجيز ومحدش عارف يعمل اي حاجه، وبيبص عليه هان وبيتحرك بسرعه علشان يوقفه. فبتضحي واحده من الطلبه بنفسها عشان تمنع هان انه يوصل له، وبينادي الباقيين عليها بصدمه، بس بعدها بيلاقوا ان دي الطريقه الوحيده عشان يفوزوا عليهم، فبيضحوا كلهم بنفسهم مقابل انه هو ينجح. فتشاو بيتصدم من اللي بيحصل ده وبيحاول يمنعهم بس مش بيعرف علشان في قيود للاختراق حواليه، ومن عصبيته بينجح في الاختراق وبيبص للاسلاف، وبسبب قوته الكبيره من دخوله للعالم ده بيبقى الضغط عليهم كبير جدا وبيركعوا له كلهم. وبسبب قوته واضطراب القوه اللي في الجو جرس الفوضى بيرن 12 مره وبيترعب العالم كله. فبيبص تشاو حواليه وبيقول ايه الفايده من دخول العالم ده وهو خسران كل حاجه، وبيقرر انه يدمر كل حاجه حصلت ويغير القواعد ويحط القاعده بتاعته وبيحكم بالموت على الاسلاف. وبسبب كده بيختفي تمثال الراهب الاول علشان قتلهم مخالف للقانون وهيدمر النظام في الكون، وبسبب كده بيتصاب وبينزل دمه على جرس الفوضى وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيحس ان هو مرتبط بالفوضى، وبيلاقي كمان ان ارواح تلاميذه السبعه لسه موجوده، والجرس كمان سحبوا المكان الفوضى، وده بسبب انه قتل الاسلاف كلهم بكلمه واحده بس. وبسبب كده نظام العالم بينهار، وبيقرر انه يفتح بوابه ليه علشان يقدروا يتنسخوا ويتولدوا من تاني، وبيقول لهم انهم كانوا افضل حاجه حصلت في حياته، وبيقعد يستنى الوقت اللي الطريق السماوي يشتغل فيه تاني علشان ساعتها يقدر يستغل الفرصه. وبعد 100,000 سنه بيفتح الطريق السماوي مره تانيه، وبيخرج وبيتولد في عالم جديد، وبيبقى طفل صغير وبيضيع كل اللي عمله في حياته، وبيتبقى جسمه بس اللي هو بقوه العالم القديم بتاعه، بس القوه الروحيه بتختفي، وبيحاول يتدرب بس بيشوفه راجل عجوز وبيجبره انه يبقى تلميذه، وبيفضل يتدرب معاه 10 سنين من غير اي تقدم. وبيبقى الراجل العجوز بيقول له انه بيدور له على عناصر تساعده، بس من جهه تانيه بيلاقيه بيتمشى مع البنات يمين وشمال لحد ما بيموت، وبعدها الطلبه بتوعه كلهم بيمشوا، وبيفضل تشاوي يتريق عليه، وبعدها بيفتح الكيس اللي هو سايبه له وبيتصدم انه سايب له رساله عاديه. وبالليل بيقعد يفكر في تلاميذه وبيوعدهم انه هيلاقيهم، بس هو يرجع قوته الاول. وفي وسط تامله بيقطع تفكيره احداث بتحصل تحت مع بنت عيله سو، وبيبقى في واحد اسمه وانج بيهاجمها مع ناس تانية بعد ما المعلم خان العيله كلها وقتلهم كلهم، فبتهجم عليه. فبيقرر انه ما يتدخلش بما انه قوته مش موجوده، بس يا صديقي المتعوس متعوس، وبيتصدم لما القتال بتاعهم بيوصل لاوضته، وبتبقى خلاص البنت هتقع في ايديهم وبيمسكوها، ولسه
لسه هيقتلوها، فبيطلع وبيضربهم عشان ازعجه وهو نايم، وبيفضل يقول لهم على التعويضات اللي عايزها مقابل ازعاجه، وكمان تعويض للضرر النفسي. فبيهاجموه هم كمان، فبيرجع لورا وبيقف جنب البنت، ولما بيبص لها بيقول انه مش مصدق انه شايف شيء مرة تانية، وانه متخيلش ان في يوم من الايام شيطان راكشسا قوي يبقى ده حاله ويتنمروا عليه مجموعة من البلطجية. فبيهجم عليه وانج، فبيصد الهجوم بايديه، فبيتصدم وانج وبيقول له ازاي عملت كده؟ فبيقول له انه استاذ العجوز كانت عيلة السيف بتتحايل عليه علشان يساعدهم، وبسبب كده اخد سر نصف السيف الالهي وسر التحكم في الرعد. فبيعرض عليه وانج انه يسلمهم البنت وهم هيسيبوه ويمشوا، فبيرد وبيقول له انه بيحلم وبيشيل البنت، وبيسالها لو اسمها زيتشان، وبيطلب منها انها تبقى تلمسته. فبتوافق البنت، وبتبقى متفاجئه هي ليه مستسلمه قوي كده قصاده، وبتوافق على اي حاجه بيقولها، وبيخرج حبه السم النار اللي بلعتها. اما المعلم وانج فبتبقى عضلاته بتتنفخ زي البالونه كده، وبقى عامل زي الراجل الاخضر بس النسخه الصيني، وبيبقى متضايق جدا علشان تشاو اكبره انه يستعمل التقنيه السريه بتاعته، وهو كان فاكره عيل في مرحله تقنيه الليتشي بس طلع مخبي قوته الحقيقيه. وبيهجم عليه بس بيصد تشاو الهجوم بايديه، فبيحاول يضربه بالايد التانيه فبيمسكها برضه، وبيقول له ان رغم ان العالم بتاعه في مرحله تقنيه الليتشي بس هو يقدر يتعامل مع اللي زيه كويس، وبيضربه وبيرميه لورا، وبيقول له ان ده تمن التنمر، وانه في العادي ما بيحبش حد يتنمر على الضعفاء بس دول تلاميذه، وبيأمره انه يروح لاستاذه لو مينج ويرجع له 100,000 حجر مقابل اللي عمله، وييجوا يعتذروا ليه. وبيشيل الحراس وانج وبياخدوه وبيمشوا، وبيقرر يستغل الموضوع ده علشان يشهر الطائفه بتاعت استاذه العجوز، وياخد الاحجار ويسد بيها الديون اللي عليه. وبيقرر كمان انه يستنى شويه قبل ما ياخد طلبه في الطائفه، وبيقول لزيتشان ان شويه وقت بس وهتقابل بقيه اصحابها. وعند المعلم لو مينج بيزعق القائد لوانج، وبيقول له انه مهزأ وفاشل علشان اولا ما قبضش على البنت، وكمان رجع لهم مضروب. فبيعرض واحد منهم للقائد انهم يستغلوا الفرصه دي، وان طائفه وود ما فيهاش حد حاليا الا 2 بس، ويهجموا عليهم، وهم كده هيقدروا يستفادوا من الكنوز اللي موجوده معاهم اللي كانوا بيحكوا له عليها اللي كانت موجوده في الجبل ده. فبيفتكر زعيم الطائفه لو مينج الراجل العجوز اللي اسمه لو ماكسوان، وازاي ان في قتالهم الاخير لولا ان اداله سر التحكم في الرعد وكمان نص السيف الالهي كان زمانه ميت دلوقتي. وبعدها بيتحرك وهو بيقول ان طائفته فيها نص معلم، وكمان طائفتهم تعتبر الطائفه الرئيسيه في تشانج تشو، وبيقول له يجوا وراه عشان يروحوا يقدموا الاحترام للمعلم لو ماكسوان، وياخدوا الكنوز اللي هناك بعد ما يخلصوا على الطالب اللي هناك. واهم حاجه انهم لازم ياخدوا زيتشان وياخدوا التعويذه المحرمه اللي موجوده جوه جسمها. اما عند تشاو بتبقى البنت اللي معاها تاثير السم الباقي بدا يظهر عليها، فبيحاول انه يسيطر عليها ويسحب السم من جسمها، وبما ان جسمه جسم راهب فما بيبقاش خايف من السم، بس للاسف بيبقى تدريبه مستواه قليل جدا، فبيبعد عنها تاني، وبيبقى السم بدا ياثر عليهم هما الاتنين. فبياخدها لمكان العجوز لو ماكسوان كان محضره، مكان اسمه بركة شونيو، واللي كانت في الاصل بركة ساخنة، بس العجوز لقى بلور التلج حولت المكان للبرودة دي، وبيقدر يعالج سم النار اللي جواه. وفجأة كده بتخرج من زيتشان حاجة كده لتشاو بتأكد انها تلمسته القديمة، وبيبقى ده اثر من تعويذته اللي امتصتها في قتاله وقت الاختراق، وكانت بتحميها معاها طول الوقت. فبياخدها منها وبيوعدها يرجعها تاني لما قوته ترجع، وبسبب خسارتها لقوته الروحية بتبدأ تتوجع تاني. فبيفهم ان السم الناري ده جودته عالية، وبيرجع اقوى تاني بعد ما الحماية جواها اترفعت. فبيشيلها وبينزل بيها جوه البركة نفسها لحد اما السم بيخرج منها، وبعدها بيطلعها وبيفهمها وضعهم لما بيلاقيها مصدومة انها في حضنه. فبيطلب منها انها ترتاح لحد ما هو يتدرب شوية علشان هو حاسس انه هيخترق في اي لحظة. وبيعدي الوقت لحد ما بيعدي يوم بليلة، وبتستغرب زيتشان ليه تشو مرجعش لحد دلوقتي. بيظهر لو مينج ومعاه المعلم وانج وابنه والباقيين، فبتقول لهم انهم ازاي يتجرأوا ويدخلوا الطائفة من غير اذن. فبيقول لها ابنه لو ان شكلها نسيته في يومين، وانها كانت لو سمعت الكلام من الاول كان الموضوع خلص وعيلتها ما كانتش هتموت. فبتشتمه وبتشتم عيلته، وبيبقى لسه هيهاجمها بس بيوقفوا لو مينج اللي بيقول له عيب مش هنمد ايدينا على بنات على اخر الزمن. وبيقول لها من الاخر كده يا بنتي المكان ده ما عادش اسمه طائفة وود، المكان ده بقى اسمه طائفة لو مينج.
فبتقول له في المشمش يا معلم ده المكان ده هيفضل زي ما هو رغم عن انفك انت وابنك ده، وان الاحسن ليه انه يمشي والا ما يلومش الا نفسه وقتها. بس بتتصدم فجأة لما بتلاقيه واقف وراها وبيقول لها انت ازاي تتكلمي مع الاكبر منك كده، وبيقول لها ان من اللحظة دي كل حاجة في الطائفة بقت بتاعته وهي كمان من ضمن الحاجات دي. فبتضربه وبترميه لبعيد وبيخاف عليه ابنه واتباعه، بس هو بيقف من تاني وبيطمنهم بس بيطلب من ابنه انه يعلمها الادب. فبيبدأ لوش فنج الهجوم عليها وهو بيقول لها انه اداها فرصة ما تحلمش بيها، بس هي ما قدرتش النعمة اللي في ايديها فما تلومش الا نفسها بقى، وبيهجم عليها وهي كمان بتهاجمه وبتقرر حتى لو مش هتعرف تهزمه انها تقتله معاها، وبيفضلوا يهجموا على بعض بس هو بيبقى ليه السيطرة، وفي النهاية بيمسكها وبيفضل يخوفها باللي هيعمله. فبتقول له انه استاذها مش هيرحمه، فبيقول لها انه هيقتله هو كمان زي ما قتل ابوها، وبتبقى لسه هتقتل نفسها وتقتله معاها، بس لو منج بيسيطر عليها وبيمنعها وبينبه ابنه انه ما يقللش من حذره تاني، وبيمشي وهو بيقول له انه ينهي الموضوع بسرعة، وبياخد منها المهارة المحرمة على ما يجمع الطلبة وينظفوا الطائفة. فبتنادي زيتشان على استاذها علشان ينقذها، وهوب بيظهر وبيكسر البيت فوق دماغ لوشفينج وبيقتله قدام ابوه، وبيقرب منه تشاو وبيقول له هو ازاي يتجرأ ويهجم على طائفته ويأذي تلميذته. ولما بيلاقيه لو منج بيستعمل مهارة التحكم في الرعد وكمان نصف السيف السماوي، فبيسأله بيقول له انت مين بالظبط وايه علاقتك بلو ماكسوان، فبيقول له ان اخر مرة لو ماكسوان رحمه وسابه يمشي، بس هو بمنتهى البجاحة جاي دلوقتي يستغل فرصة موته ويعلن نفسه ملك الطائفة الجديدة، بس هو عايز يفهم بقى مين اللي اداله الشجاعة دي. وبيبقى لو منج مستغرب ليه الولد ده رغم انه في عالم اللي تشيه الا انه ليه تأثير قوي عليه لدرجة ان الاكسير الذهبي جواه، وبيقول ان اكيد الولد ده بيستعمل مادة بتظهر الاعراض دي علشان يضحك عليه، وبيهاجمه علشان ينتقم لابنه وبيشيل تشو زيتشان وبيجري بيها، فبيفتكروا لو منج انه بيهرب منه، وبيطمن تشاو على زيتشان الاول، وبعدها بيطلع للو منج وبيمدح في المهارة بتاعته وبيقول له انها قوية جدا، بس للاسف مفيش حاجة ليها تأثير على جسمه الا من عالم الرهبان. فلو منج بيقول له ايه الهبل ده وانه مش مهتم بكلامه الفارغ، وبيهجم عليه مرة تانية وتالتة ورابعة وكل مرة بيصده تشاو. فبيبقى لو منج انه مقتنع ان في حاجة بيستعملها تشاو هي اللي بتساعده انه يصد الهجوم، ولما بتختفي هيقدر يقتله عادي. اما تشاو بيبقى عارف انه مش هينفع يفضل يراوغ كتير علشان في الاخر جسمه هيتعب، وفي نفس الوقت بيسمع زيتشان بتطلب مساعدة، وكمان بيلاقي ان لوشفينج ما ماتش واللي ضربه ده كان تمثال لوشفينج عامله خدعة عشان لو هو يتعرض للخطر، وبيقدر لوشفينج يطلع منها المهارة دي، وبيقول لها انه بعد ما يمتص المهارة دي هيستخدمها في تقنية التضحية، وبيبقى مبسوط جدا انه قدر يستخدم مهارة السيف منها، بس فجأة المهارة دي بتبلعه جواها وبتتحول لسيف، وبيمسكوا تشاو اللي بيقول للو منج معلش بقى يا اخويا من حفر حفرة لاخيه وقع فيها، وبيقول له يعيش بقى وياخد غيرها، وان الكنز ده روحي ازاي يتجرأ اي حد انه يمسكه. فبيتعصب لو منج لما بيدرك فعلا انه كده ابنه مات، وبيهجم عليه بكل قوته، بس تشاو بيتريق عليه وبيقول له انه هيستعيد قوة السيف علشان يخترق وساعتها هيبقوا في نفس المستوى. فبيتريق عليه لو منج عشان ده مستحيل، بس تشاو بيحقق له المستحيل، وبيبقى لو منج مصدوم علشان قوة الرعد هنا اكبر من اللي موجودة ساعة ما كان بيخترق. فبيقول له تشاو انه هيوريه دلوقتي القوة الحقيقية بس هيبقى حنين معاه علشان هو ما يقولش انه بيتنمر على الضعفاء، وبيفلت لو منج من اول هجوم، بس تشاو بيمسكه من رقبته وبيسعقه زي الناموسة لحد ما بيموت، وبعدها بيروح لزيتشان عشان يرجع لها مهارة السيف، وبيقول لها انها تركز على الديناتام بتاعها علشان تقدر تمتص الطاقة بتاعتها تاني والا ممكن تنفجر زي البالونة، وبيبقى الرعد هيضرب جسمها في العملية دي، بس هو بيحميها علشان اي ضربة من دول هتقتلها عادي، بس طبعا علشان مستواه دلوقتي مش نفس ايام ما كان راهب زمان فمش بيقدر يصد كل البرق وبيجي في وشه، وبتبقى زيتشان حاسة انها مش قادرة تكمل، فبيساعدها تتحرك وبيقول لها ان كل حاجة دلوقتي في ايديها وانها الوحيدة دلوقتي اللي قادرة تفهم قوتها كويس علشان تقدر تخترق، فبتقول له انها مش هتعمل كده. اما بقى في طائفة لو منج بيتفاجئ الحارس ان يشمل الروح بتاع لو منج وبتاع لوشفينج الاتنين اتدمروا، وده بيبقى معناه ان الاتنين ماتوا، فبيضرب الجرس عشان يحذر القادة من اللي حصل، واول ما بيسمع الكل الجرس بيجروا على قاعة اليش وبيتصدموا من اللي شايفينه، وبيقول واحد من القادة ان ده معناه ان الزعيم وابنه اتقتلوا وانهم لازم يبلغوا الشيخ الكبير بسرعة، وبيتحرك بسرعة بتقرير للشيخ الكبير باللي حصل، فبيتعصب الشيخ الكبير وبيقرر يتعامل مع الشاو وبياخد معاه مجموعة من القادة، وفي نفس الوقت بيوصل
بيوصل خبر لزوجة لومينج اللي بتقعد تعيط وبتندب حظها، فبتسألهم هيعملوا معاها ايه وازاي هيقدروا ينتقموا لعيلتها. فبيعرفوها ان القادة بقيادة الشيخ الاكبر اتحركوا عشان ينتقموا من تشاو، فبتقول له انها تتصرف بنفسها، وبتبعت رسالة لاخوها انه لو ما جاش وجاب حق جوزها وابنها هتنتحر قدام الكل. فبيقول لها الا انت يا غالية، وبيأمر شيوخ الطائفة يتحركوا بسرعة للانتقام. اما بقى المعلم شو بيبقى قاعد بيراقب زيتشان اللي خلاص قربت تخترق وفي الخطوات الاخيرة. وفي اللحظة دي بيوصل كبير شيوخ طائفة لومينج وبيبقى معاه بقية القادة وبيقول له انه جاي ينتقم لحياة تلميذه. فبيستخدم تشاو قوته وبيضغط عليهم كلهم، وبيبقوا مش قادرين يستحملوا ضغط الطاقة بتاعته، وفي نفس الوقت مش فاهمين ازاي واحد في عالم اللي تشي بيطلع كل القوة دي. فبيقرروا يهاجموه وبيحدفوه بالسيوف بتاعتهم. فبيستعمل مهارة وبيبني درع ليه بيعمل بيه رد فعل عكسي، فبيرد لكل واحد منهم السيف بتاعه وبيخلص على عدد منهم بسهولة. وبعدها بيطلع للشيخ الكبير يتفاهموا مع بعض، وبيبقى الشيخ الكبير متفاجئ من المهارات اللي شو بيقدر يستعملها، وبيهجم عليهم تشاو وبيخلص على عدد تاني، وبيبقوا 3 تقريبا من ضمنهم اخو البنت والشيخ الكبير. وبتبقى البنت متفاجئة انهم راجعين، فبيقول لها اخوها طالما شايفانا بتجري يبقى تجري معانا، وخلاص دلوقتي مش وقت اسئلة والا هيموتوا. وكلهم بيجروا من المكان وهي بتوعد تشاو انها تنتقم منه. وبعد شوية بتخلص زيتشان الاختراق وبتطلع الشمس من تاني، وبيظهر نوع فاكهة جديدة نتيجة الاختراق. فبياخدوا تشاو اللي بيقول لنفسه ان الاسطورة بتقول ان الفاكهة دي اسمها تشو تشيان، وبتخلي اي حد يخترق الحدود اللي واقف عندها بسهولة، وبيفرح علشان هتساعده كتير. وبيقرر يروح يشوف حالة تشان اللي بتشكره، فبيقول لها مفيش داعي للشكر، وان دلوقتي عايزها تركز على تدريبها عشان طاقتها تستقر. وبيعدي الوقت عليهم، وفي يوم بيحس تشاو ان في طاقة بتمشي في الديناتام بتاعه، وان في حاجة حواليه متصلة بجسمه. فبيفحص المكان بقوته وبينتبه ان في طاقة في مكان قريب منهم، فبيشد زيتشان من ايديها وبيتحرك بيها على طول من غير كلام. ولما بيوصل للمكان فبيلاقي ولد واقف هناك وفي وحوش محاصرة وبتبقى خلاص هتخلص عليه. فبينادي الولد على حد عشان يساعده، فبيتدخل تشاو بسرعة وبيروح ينقذه منهم، وبيسأله هو بيعمل ايه هنا وايه اللي جابه هنا وليه واقف قصاد الوحوش اللي زي دي. فالولد ما بيردش عليه، فبيفحص تشاو الديناتام بتاعه، فبيكتشف انه فاضي، يعني الولد ده جسمه فاضي. وبيعرف مين من تلاميذه جوه الولد ده، وبيعرف ان ده اكتر واحد من تلاميذه هو كان معلق عليه امله انه يبقى قوي جدا، وانه كان راهب قوي، وان في يوم من الايام كان هيبقى زيه، بس دلوقتي هو ضعيف جدا. فبيسأله عن اسمه، فبيقول له انه اسمه مو تشين، وبيشكره انه انقذه، وبيفضل يكح جامد. فبتسأله زيتشان لو هو كويس، وقبل ما يرد بتهجم عليه الوحوش مرة تانية. فتشاو بيقول لهم انهم يستاهلوا اللي هيعملوا فيهم، بس بيوقفوا مو تشين اللي بيقول له ان الوحوش دي تحت تأثير الروح في المكان فما ينفعش تأذيهم. فبيقول له تشاو ان العالم بتاعهم ده البقاء فيه الاقوى، وبيفتكر فعلا ان دي شخصيته، وان حتى في حياتهم القديمة اللي فاتت ما كانش بيحب يقتل حد. فبيسكت وبيطلع له فاكهة تشوتشان وبيديها له. اول ما بياكلها بتظهر عروق الديناتام بتاعه وبتخرج منه طاقة حمراء بتطلع للسما وبتغطيها لدرجة ان في مطر لونه احمر بينزل، والسكان كلهم بيتصدموا. وبعدها بيقف موتشين وبياخد نفسه بصعوبة. فبيفحصوا تشاو وبيلاقي ان الفاكهة ما اتهضمتش، لا ده بالعكس دي اتحولت لعدد من نقاط الطاقة في جسمه واندمجت مع الدم اللي جواه، وبقت جوه موتشين قوة فطرية مرعبة. ولو حد من الشيوخ الكبار اكل دمه ولحمه ساعتها هيبقى ليه تأثير زي تأثير الفاكهة. وبتفهم زيتشان نفس الكلام، ومش بس هما في حدث زي ده كل الشيوخ بيفهموا ان في ثمرة روحية اندمجت مع ثمرة بشرية. وبيقول واحد منهم ان لحم الشخص ده ودمه كمان هيبقى مساوي للأكاثير جدا، وبيؤمر حراسه انهم يلاقوه. وبتسأل زيتشان تشو هيعملوا ايه دلوقتي، فبيعرفها ان هو حس برجوع جزء من طاقته، وبيروح يحط عليه تعويذة حماية وبيجربها على حيوانات وفعلا بتحميه. وبعدها بتبدأ حيوانات عملاقة تهجم على موتشين. فبيقول تشاو لزيتشان تدرب موتشين بس تخلي بالها وما تأذيهوش. وبيبدأوا هما الاتنين وبيهجموا على الوحوش مع بعض، وبيلاحظ تشاو انسجامهم مع بعض. حتى زيتشان بتلاحظ ان حركاتهم متناغمة جدا، وبيقدر يوفر لها فرص انها تقتل الحيوانات بشكل اسهل. وفي اللحظة دي بيوصل واحد من الشيوخ الكبار مع جنوده للمكان، وبيسأل عن مكان ثمرة شو تشيان. وبيلاحظ تشاو ان ايا كان مين الراجل ده فهو ملاحظهوش لحد دلوقتي. وبيلاحظ الراجل هالة الفاكهة خارجة من مو تشين، فبيهجم هو واللي معاه على مو تشين. فبتساعده زيتشان بس بيضربها الراجل. وبعدها بيبص لتشاو وبينتبه له وبيقرر يقتله،
بس بيجمد تشاو قوته السحريه وبيتصدم الراجل من اللي بيحصل، وبيهاجمه تشاو فبيحاول يحمي نفسه بس ما بيعرفش برضه، وكالعاده اتخدع في مستوى تشاو القتالي، فبيوقعوا تشاو هو واللي معاه، وبيروح يفوق مو تشين اللي بترجع له ذكرياته هو كمان، وزيتشان اللي بتحس ان ده نفس المشهد اللي حصل من 100,000 سنه لما المعلم مواجه الاسلاف كلها لوحده، وبيرجع تشاو للراجل واتباعه، وبيبقى الراجل ده مصدوم ومش فاهم ازاي ده في مستوى التشي، وبيحس ان عداد عمره بدا يقل بسرعه، فبسرعه بيعرض على تشاو انه يساعده انه يلاقي تلاميذه اللي بيدور عليهم، وانه طائفته عندها كورس هيساعده انه يشوف مسار التناسخ بتاع الاشخاص، فلو سابه يعيش هو هيساعده باي طريقه علشان ياخد الكورس ده، وممكن يديله الطائفه كلها كمان هديه، وكمان يساعده انه يخترق ويبقى خالد. فبيتريق تشاو على كلامه وبيعرفه ان في حياته اللي فاتت قتل 3000 سلف في كلمه واحده، وانه كمان بيتحكم في العالم فهيحتاجهم في ايه، وبيقتلهم كلهم. وبيبدا يشوف الراجل ده معاه كنوز ايه، وبيبقى معاه نبته صفاف مميزه، وبتبقى حرفيا تقدر تحول التراب لذهب، وكل اللي هي محتاجاه انها تتزرع في ميه. فبيحاول الاول يستعمل طاقته الروحيه عليهم، فبيتصدم ان الفرع ده امتص طاقته الروحيه كلها، وبتبقى بتحتاج نوع معين من الميه بتتعمل بتقنيه روحيه معينه، فبيسيبها دلوقتي وبيفضل يلف في الكتاب، وبيقاطعه موتشين اللي بيفضل يكح جامد، فبيقول ان الفاكهه دي بتستهلك الحيويه بتاعته، وبيصرخ من الوجع. فبيلاحظ تشاو تطورات الوضع ده وازاي الطاقه بتمشي على طول جسمه، وبيقرر الاول يدور على منبع روحي يعالج فيه موتشين، وبتبقى لوش فينج واقفه في الغابه بتتجسس عليهم، وبتعرف ان تشاو ليه علاقه باللي قتل الاسلاف من الاف السنين، وكمان معاه كنز الفوضى، وبتتواصل مع حد وبتبلغه تحركات تشاو، وبتقول له كمان عن فاكهه تشو تشيان، وان طائفه منجان خلاص ما عادتش مفيده ليهم، علشان كده هتتظاهر قدامهم انها استسلمت، وتسحبه للمنطقه المحظوره لطائفه لوان كافل 10,000 ثعبان، والباقي عليهم هم. فبيضحك الشخص اللي على الطرف التاني وبيقول لها انها ما خيبتش ظنه فيها، وبيحذرها انها تخلي بالها من فاكهه شوتشيان، فالست بتقول لهم تمام، وبعدها بتطلع تجري من الغابه وهي بتعيط، وبتقول ان اسمها رومي، وبتبهدل نفسها علشان الخطه بتاعتها تدخل على تشاو. اما اخوها فبيجهز الجنود بتوعه علشان يتحرك للمكان اللي قالت له عليه علشان يوصلوا لفاكهه شوتشيان وكنز الفوضى. اما رومي فبتروح لتشاو وبتعمل عليه التمثيليه دي، بس هو بيبقى كاشف اللي هي عاملاه، وكمان كاشف التعويذه اللي حطاها على نفسها، وبيختم قوتها على طول، فبتتصدم ان قوته اكبر من التعويذه بتاعتهم، وبيسيبها تشاو وبياخد الفريق وبيمشي، وهي بتبقى واقفه مكانها تموت من الغيظ، بس بعدين بيقرر ياخدها تعمل الباقيين، وبعدين بياخدهم للطائفه بتاعته، وبيبدا يعالج موت شين، وبيعالجه بقدرات الحمايه بتاعت قوته، بس بتبقى قوته بتعارض قدرات الفاكهه، فبتتسبب له في الم جامد، وبعدها بيبدا يندمجوا وبتبدا العمليه، وبيحاول موت شين يستحمل علشان ما يضيعش تعب تشاو بعد كل ده، وبيبدا تشاو يديله التعليمات اللي يعالج بيها نفسه، ويتحول لمتدرب، وبيحذره انه لو اتعصب او اتوتر عروقه هتنفجر ويموت، فبيركز في اللي بيعمله باقصى درجه عنده، وبيبدا تشاو يراقبه وبيقول لنفسه ان موت شين حاليا زي الوحش النايم ما يعرفش قوته، وبمجرد ما يفقد عقلانيته هتسيطر عليه قوه فاكهه شوتشيان وهيدمر الدنيا بقوته الكبيره. وبيفضل يراقب موت شين لفتره طويله، وبيجي الليل عليه وبتجيله زيتشان باكله وبتنادي عليه، بس بيسكتها لما بيمسك ايديها وبيقول لها ان الجرح بتاعها لسه ملمش من اخر قتال مع طائفه منجان، وان وضعه اسوأ النهارده، وبيطلب منها تيجي معاه، وبياخدها لأوضته فبتتكسف ودماغها بتروح لبعيد، وبتسأله لو عاوز يستعمل اسلوب عبور الروح علشان يساعدها، فبيقول لها نفسه مره دماغها ما تسرحش منها، وبيطلع نبات الصفاف وبيسألها لو الجرح لسه بينزف، فالبنت بتقول له وبتكشفه ليها، فبيسألها لو مستعده، فبتقول له انها جربت العلاج ده قبل كده، جربته زمان في طائفه الشيطان، فبيبدا يضربها بالنبات بقوه علشان يمتص القوه السامه اللي في الجرح. اما موتشين فبيبقى بيتدرب وبيسمع قوه زيتشان، فبيخاف عليها وبيجري على الصوت وهو بينادي عليها وبيسأل ايه اللي بيحصل، وبيتصدم لما بيدخل من المنظر بتاعها وبتاع تشاو، وبيسأله لو في حاجه غلط بتحصل مع زيتشان، وقبل ما يرد عليه بتدخل واحده من الشباك وبتهجم على تشاو، وهي بتقول له انه ما يقربش من اختها، فالمعلم موتشين بيصد الهجوم بتاعها، وقبل ما يستوعب بتكون رجعت تهاجم على تشاو اللي بيحمي نفسه، فالبنت بتعرفه ان اسمها رين، وبتقول له انه يسيب اختها زيتشان بسرعه والا هيندم، فبيتدخل موتشين وبيقول لها تهدى كده وما تتبلاش على الناس، ومش اي حاجه تهجم بسيفها الاول، وبيعرفها بنفسه انه صديق زيتشان، وقبل ما يكمل
بينتبه لرمز اليشم بتاعها من طائفة يوان. اما رين بتبقى مستغربة موت شين اللي قدر يصد هجومها وهو مجرد بشري عادي، ورين بتعرفه بنفسها انها اخت زيتشان الكبيرة، فبتنادي عليها زيتشان وبتسألها ايه اللي جابها هنا، فبتروح تحضنها وهي بتسأل تشاو عمل فيها ايه، فبيقول لها انها تلمسته ويعمل فيها اللي هو عايزه، وبيهاجم رين علشان يعلمها الادب، ولسه هتهجم عليه فبتوقفها زيتشان وبتعرفها حقيقة مستوى تشاو، بس مش بتصدق فبيديها تشاو دليل فبتتصدم منه، وبتستغل رومي ان رين لسه جاية وبتحاول تضحك عليها، بس بتبقى رين عارفاها وعارفة انها زوجة زعيم طائفة لومن، وبتسأل ايه اللي جابها هنا، وبيبقى تشاو جوه شايف كل اللي بيحصل وبيبقى عارف اللي رومي هتعمله، وبتطلع زيتشان وموتشين وقبل ما يحذروا رين انها ما تقربش منها بتكون راحت لها وحررتها فبتهاجمها رومي، وبسرعة بيلحقها موتشين وبتستعد زيتشان للقتال، وبترمي رومي حاجة على الارض وفجأة بيظهر ناس حواليهم كأنهم اشباح، وبتنتبه رين للتقنية اللي استخدمتها وبتقول لها ازاي تتجرأ وتستعمل السحر، فبتقول لها رومي انها مش بتستعمله، دي كمان هتستعملهم هم في السحر بتاعها، وبتقول لتشاو ما يفتكرش ان التعويذة اللي حاططها دي هتمنعها انها توصل لهم، وبتقول له انها تعاونت مع معبد ال10,000 روح، وبيبقى تشاو متفاجئ انها فعلا عرفت تفك الحظر بتاعه، وبيقول لتلاميذه يهاجموها، فبتبدأ زيتشان تهاجم وبيحاول يساعدها موتشين، فبتقول له رومي مش باقي غير البشر هم اللي يهاجموني، وبتهجم عليه فبيوقف هجومها بسهولة، وفجأة بيتقلب حالها والعلامة اللي ورا ودنها بيتغير لونها، وبتركع قصاد موتشين وزيتشان، وبتترجاهم يساعدوها وبتقول لهم انها اتجبرت انها تهاجمهم، وان قاعة ال10,000 روح سموها بسم اكل القلب، وعلشان كده كانت بتهاجمهم ومش عارفة تتحكم في جسمها، وزيتشان بتتأكد من كلامها وان عيلتها اتقتلت واخوها اللي بقالها من الدنيا في السجن دلوقتي، والطائفة كلها على وشك انها تتباد، وبتترجاهم ياخدوهم لرئيسهم عشان يساعدها، ولما بتروح لتشاو المعلم بيرفض علشان المشاكل اللي عنده كفاية ومش ناقص انه يزود عليها، وان الطائفة مديونة اصلا، فبتقول له ازاي يقف يتفرج عليهم وهم بيموتوا، فبيقول لها ان لما جوزها كان جاي ياخد الجبل بتاعه ليه ما فكرش في كده، وبيحاول معاه موتشين وزيتشان انهم يساعدوها، وبتقول له زيتشان انهم ممكن يستفادوا منها، فبيقول لهم تشاو شكلهم كده انهم نسيوا مهمة صيد الوحوش اللي هو كلفهم بيها، فبيرد موتشين وبيقول له ان المهم دلوقتي انهم ينقذوا الحاجة دي، فبيوافق وبتشكره رومي وبتقعد تكتب له قصايد تمدح فيه وهي ماسكة في البنطلون لحد ما بتقطعه، ولسه هيكلمها بس بيقطعوا زيتشان وموتشين اللي بيتخانقوا على مين الاكبر فيهم ومين فيهم هيحترم التاني، فبيوقفهم وبيعرفهم انهم هيروحوا معاها يساعدوها، فبتوقفوا زيتشان وبتقول له انها انتبهت انها لما استخدمت رايات اكل الروح كانت فعلا مش ليها، بس برضه هي مش بنت خالتهم عشان يثقوا فيها، فبيحطوا لها كام شرط كده علشان الدنيا تمشي صح، فبيفرح تشاو علشان كده زيتشان بتفكر صح وان تعليمها ليه ما راحش على الارض، فبتقول زيتشان ان الاول هياخدوا منها رمز اليشم بتاعها وهم رايحين يستكشفوا الاول قبل ما يقرروا هيعملوا ايه، ولسه هتقول التالت فبتقاطعها رومي اللي بترفض علشان اليشم ده رمز الحب بينها وبين جوزها بس بتوافق في الاخر، ولما بيطلعوا بره بتبقى ريم مستخبيه ورا تمثال وبتكح دم وفي علامه ظهرت على رقبتها، وبتقول لنفسها انها مش هتسمح لهم يشوفوها، فبيلاحظها تشاو وبيقول لهم ان رين هتفضل هنا وهم والباقيين هيجوا معايا، وبيطلب من رومي تعرفهم الطريق، فبتطلع رين وبتقول لها ان هي كمان عايزه تيجي معاهم، فالمعلم بيقول لها براحتها، وبتبص عليهم رومي وهم طالعين بغل كده وبتمشي قدامهم وبتعمل سحر اسود بايديها، وهي بتقول ان الخطه نجحت، وبتخرج نفس الطاقه من الورود وبتطير علشان الرساله توصل لاخوها، وبتلاحظ زيتشان حركتها وبتقول لتشاو اللي بيبقى منتبه وبيبص حواليه لرين فبيلاقيها بتكلم التمثال، فبيروح يضربها على قفاها وبينبهها تخلي بالها من نفسها وما تخليش اي حد غريب يلمس رقبتها، وبيديها دواء فبتتفاجئ انه مديها اكسير غصن الصفاف وبسببه العلامه اللي في رقبتها بتسخن من تاني، وبتتفاجئ انه بيساعدها، وبيوصلوا مع رومي المكان وبتعمل نفسها وقعت وانها خايفه من وحوش فبيهاجمهم موتشين وزيتشان اللي بتبقى مستغربه علشان دول شويه قطط جبليه، بس هي شافت حاجه اهم، الجروح بتاعت رومي لسه عليها مسحوق السم بتاع اكل القلب، وكمان لسه في اثار للرايه معاها، وبتقول لرومي انها ترجع على ورا وترتاح شويه علشان الجروح بتاعتها لسه جديده، فبتعمل نفسها بيغمى عليها وبيمسكها موتشين، وبيبقى تشاو مفعل تعويذه الحمايه وهو بيبص عليها بسخريه من خطتها المكشوفه، بس هي بتفتكره بيحميها وبتفتكر انه معجب بجمالها، وبالليل بيقرروا يرتاحوا في الطريق، فبتروح رومي لتشاو وبتقول له ان الجو بارد جدا في الجبل، وبتقول له انها سمعت ان الرهبان اللي مستواهم عالي زيه بيبقى
عندهم طريقة علشان يطردوا الأرواح الشريرة، وبتسأله لو ممكن يعمل كده معاها وبتحاول تغريه، بس بيطلع الجرس بتاعه اللي بيضربها بيه وبيرجعها لورا، وبيفضل الجرس يضرب وراه كأنه بيحذرها إنها ما تقربش منه، وبعدها بيرميها لبعيد وهو بيقول لها إن المرة دي تحذير بس، وإنها لو قربت منه خطوة كمان ساعتها الجرس هيدمر الديناتان بتاعها، وبكده هتبقى بشرية عادي، وساعتها بقى تنسى حياة الروكي اللي كانت عايشاها بقوتها، فبتتعصب وبتبعد عنه فعلا، وبتروح تتكلم مع اخوها وبتقول له البني ادم ده زي الصخر ومفيش حاجة عايزة تغريه، علشان كده هيكملوا في الخطة التانية وعايزاه يقتل تلاميذه قصاد عينيه، فبيقول لها انها تطمن وتحط في بطنها بطيخة صيفي، وهو خلاص عمل تشكيل قفل الثعبان، فلما هم يوصلوا مش هيفلت منهم، وشوية كده وبيكملوا الطريق وبيوصلوا القصر، وبيشوفوا اتنين بيترموا قدامهم على الطريق، فبتجري رومي على واحد منهم وبتحضنه وهي بتقول ان ده باباها، وبتفضل تعيط وبتندب على باباها، وبيبص لها اخوها وبيغمز لها وهو بيمثل انه جندي مقتول، وبتقول له حاجه بصوت واطي، وبعدها بتروح وبتقوم لزيتشان اللي مش فاهمه حاجه ووراها الباقيين، وبتشدها من ايديها وهي بتجري، وبتقول لها انهم لازم بسرعه يروحوا المنطقه المحظوره علشان ينقذوا اخوها، فبتجري معاها زيتشان وهي مش فاهمه حاجه لحد ما بيوصلوا المكان، وبتحس ان في حاجه غلط، فبتقول لها ان دي منطقه عاديه، وبتسالها لو اخوها هنا فعلا، فبتضحك رومي بخبث وبتقول لها لا طبعا، وانها اخيرا وقعت في الفخ بتاعها، وفجاه بتظهر نباتات شريره حواليهم وبتلف حواليهم وبتثبتهم هم الثلاثه، وبيبقوا مش عارفين يحرروا نفسهم، وبتبص لهم رومي بشماته ومعاها بقيه الجنود اللي ظهروا، وبتقول لتشاو انه رغم انه كان شاكك فيها الا انه ما عرفش يعمل حاجه ليها، واضطر يجي وراها لموته علشان تلاميذه، وانها كانت اذكى منه لما استدرجت الاتنين دول الاول علشان تجيبهم للفخ بتاعها، وفي النهايه وقع فعلا، ودلوقتي هتقتلهم هما الاتنين قصاد عينيه، فبيقول لها توريه هتعمل كده ازاي، وبتلمع عينيه وبيحرر نفسه من النبات، وبيقف بعيد وبيطلع الجرس، وبخبطه واحده عليه بيبدا كل الموجودين يصرخوا من الوجع وبينادوا على حد عشان يساعدهم، بس هو مش بيديهم الفرصه وبيقتلهم كلهم بضربه واحده، فبتصرخ باسم اخوها بس مش بيلحق ينقذها، وبتموت، وبيفضل اخوها اللي حاطط حمايه على نفسه وبيتصدم لما بتموت، بس قبل ما يلحق يستوعب بيمسكوا تشاو من رقبته وبيرفعوا لفوق وبيقتله هو كمان، وبيلف علشان يضرب شخص على الارض بس بيوقفوا موتشين، وبيقول لهم انهم كانوا مجبرين يسمعوا كلام رئيسهم فليه يقتلهم، فبيقول له ان زمان لما ال3000 سلف حصروه علشان يقتلوه هل بقى ساعتها فكروا بنفس الطريقه، وبيحس موتشين ان هالة جرس الفوضى اللي حوالين تشاو مخلياه صعب عليه يرفض اي كلمه ليه، وبيقول له ان ممكن يكون كان عندهم اسباب خاصه بيهم، وبيبقى لسه تشاو هيضرب حد واقع على الارض بس بتوقفوا رين اللي مش عارفين طلعت منين، وبتقول له ان مفيش داعي لقتلهم ويعذب الجثث، بس الشخص ده بيطلع عايش وبيبقى لسه هيهاجمها، بس بتقتله زيتشان وهي بتقول لهم ان الطائفه دي من اولها لاخرها اشرار وطرق التدريب بتاعتهم شيطانيه، وبيشد تشاو موتشين وبياخدوا البير وبيفتحوا وبينزلوا جواه، وبيتصدم موتشين لما بيلاقي اطفال كتير وجثث لاطفال اكتر، وبيفهموا تشاو ان الطائفه دي بتقتل الاطفال عشان تتغذى على قوتهم، فبيتصدم موتشين وبيزعل عليه تشاو علشان كل الافكار اللي اتربى عليها اختفت مره واحده، وبيقرر تشاو انه يكمل كلامه علشان ينضج شويه ويعرف ان العالم بتاعهم مليان بالاشرار، وبيبدا يحكي له عن اللي هم بيعملوه وازاي بيحولوا الناس لقربان علشان يبقوا رهبان شيطانيين، وانهم بيغروا الناس دي علشان يدخلوا المعبد بارادتهم، وبعدها بيقتلوهم وبيستعملوا العظام بتاعتهم في السحر بتاعهم، اما رين فبتنتبه ان موجود في المكان رموز لطائفه لو مينج، اما بقى عند موتشين فبيحفز الكلام الطاقه اللي جواه، وبتبدا تخرج بعنف لدرجه ان البرق بيضرب الجبل كله، فبتحاول زيتشان تروح له بس بيوقفها تشاو اللي بيكمل كلامه لموتشين علشان يوصل له الدرس الصح، وعلشان يحفزه اكتر بيقول له انه لو كان فكر بنفس الطريقه دي زمان كان هيسيب وقتها ال3000 سلف عايشين، وساعتها كانوا هيتحدوا تاني علشان يقتلوه، وانه لازم يفهم ان الرحمه هي انه يستعمل قوته في الخير وما يأذيش الابرياء، بس في نفس الوقت يتعلم ان الجهه التانيه هي انه يقتل الشياطين ويقضي على الشر، وبيفضل موتشين يصرخ من الوجع، والطاقه بتاعت المكان بتبقى مضطربه جدا بسبب قوته، وبتتفاجئ رين ان تشاو عمل كل ده علشان ينقذ الابرياء من كارثه هتحصل، وبتركع قدامه احترام، وبيدخل تشاو للبير تاني وبيطلع بطفل، وبتتفاجئ رين لما بتلاقي ان الرمز بتاعه لطائفه تشانج الوان، واللي بيفاجئها اكتر ان الولد ده مع نفس الناي بتاعها، وبيطلب تشاو من الولد ان ياخد الحبايه، فبيشاور له الولد على ست تقريبا وبتبقى والدته، ولما بتشوفه زيتشان بتقول ان اخوهم التالت،
وبيقول تشاو انه متوقعش ان شياو هيتجسد تاني في هيئة ولد صغير. وبيبقى موتشين لسه مكمل لحد ما بيهدى وبيحاول يطمن الولد الصغير وبيقول له ما يقلقش وهو هيخلي باله منه. فالولد بيشكره جدا وبعدها بيتحركوا وبيروحوا للمدينة علشان يلاقوا اي عيادة يعالجوه فيها بس بتبقى كلها مقفولة. فبيقول موتشين لتشاو ان السوار بتاع الجثة كان عليه نفس الرمز بتاع رين. وفجأة الولد بيبدأ يصرخ جامد من الوجع وبيحس تشاو بتعويذة الحماية اللي عليه واللي هو كان حاططها على كل واحد منهم قبل ما يدخلهم بوابة التناسخ. وبيتأكد انه فعلا تلميذه بس مش شياو، ده واحد تاني اسمه شونتيان. وفجأة الولد بيبتسم بشر وبعد ما بيعرف انه تلميذه السابع بيستغرب علشان ده كان محارب سيف وما كانش عنده اي جذور روحية. فبتقول له زيتشان مين قال لا، وبتقاطعهم رين وبتقول لهم ان الناي اللي مع الولد ده عليه مسحوق سم اسمه سم اللؤلؤي بياكل في الروح من جوه. فبيرجع التلاتة بعيد عن الولد الصغير وبيروح موتشين يقف قصاد زيتشان يحميها بما انه هو الكبير. فبتقول له انها بقت اكبر علشان معلمها لها هي الاول وبكده بقت تلميذته الاولى. فبيسكتهم تشاو علشان ما يصدعش وبيشوف مكان مكتوب عليه انه دكتور وبيبقى اسمه امبر. فبيدخل علشان يعالج الولد بس بيتصدم من عدد الجثث اللي موجوده جوه. فبتقول له رين ان في حد مص دمهم ووصلهم للمرحله دي. وفجاه بيتحرك الولد الصغير وبيضرب تشاو فبتتحرك زيتشان علشان تحميه بس بتتصدم لما شياو بيمتص طاقه سيفها وحتى موتشين ما بيقدرش يعمل اي حاجه قصاده. وبيهرب موتشيان لبره فبيطلعوا وراه فبيقول لهم انهم بطيئين جدا. وبتقول لهم زيتشان يخلوا بالهم علشان شكله بيمتص اكسير الناس الروحي. وبيبقى الولد ده مبسوط بالطاقه اللي بيمتصها وبيناديه تشاو باسم تلميذه فبيقول له انه مش تلميذه وهو اسمه تشانج. وبيتصدم موتشين من طاقته السودا اللي كسر بيها ضغط قوته وبيسأله هو ايه علاقته مع رومي. فبيعرفوا ان الاتنين اللي قتلوهم هم عياله. فبيفهم تشاو ان الراجل ده دخل جوه جسم الطفل واستدرجهم علشان يطلعوا. فبتقول زيتشان انه كان متعمد لما وراهم الكلمات اللي على الناي وبيبقى فيه ست وابنها مستخبيين في المكان ولما بيتكلم الولد بيسمعهم مينج وبيهجم عليهم على طول بس بيستخدم تشاو تعويذه وبيثبته مكانه بس بيكسرها وبيقول له انه هيبقى غبي لو فكر انه هيعرف تلاميذه بتعويذة الحماية اللي هو حطها عليهم من زمان وانه استخدم تلميذه عادي. فبيستغرب موتشين هو ازاي عملها اصلا وبتهاجمه زيتشان بس هو بيصدها وبيقول لها ان هجومهم كله ملهوش تأثير عليه. فبتستخدم مئات عشب الصفاف وبتنزلها عليه فبيبدأ يصرخ جامد. فبيفهم تشاو اللي بيحصل وبيقول لمنج انه طلع يستخدم سحر الشرير في تدريبه لحد ما وصل لعالم الروح الناشئة ونسي قوانين الطبيعة في العالم. فبيقول له انه منساش وعلشان كده دخل جوه جسم الطفل ده اللي مصنوع من شظايا ال 10,000 روح وبيقدر يمتص طاقة ملهاش نهاية. وبينبه تشاو تلاميذه وبيبدأ الجرس بتاعه يرن بس منج مش بيتأثر وبيفضل يضحك وبيظهر بشكله الاساسي وبيقول له انه هيديله شرف انه يشوفه بشكله الحقيقي. وبيقف قصاد تشاو بشكله الحقيقي وبيقول له انه عدى وقت طويل على اخر مره شافه فيها وان النهارده هيقتله هو وتلاميذه. وبيهاجم تشاو اللي بيفاديه بس الهجوم بيترد عليه من ظهره. فبتقف زيتشان في ظهره وبتحميه وبتاخد هي الضربه مكانه. فبيقول له منج انه معجب جدا بعلاقه الاستاذ والطلبه بتوعه فبيجري عليها وبيقول له موتشين يسيبها ليه وهو هيهتم باخته الصغيره. فالبنت بتقول له انها الكبيره فبيقول لها تتنيل تسكت. فبيتعصب منج لما بيلاقيهم مش منتبهين لكلامه وبياخد منه تشاو رمز اليشم بتاعه فبيتعصب وبيقول له يرجعه له وان اليشم ده بتاعه. فبيقول له انه ما يبقاش حرامي وبجح علشان انتهك القانون بتاع الطبيعه. وبيروح بعدها لزيتشان علشان يعالجها وبيبقى بيعالجها وهو بيسأل عن مكان تشاو ولما بيعالجها بتزيد طاقتها وبتستغرب السيف بتاعها. فبتسأل تشاو هو ليه اتغير فبيرد وبيقول لها انه اتطور بس مش اكتر وان سيفها الاصلي انجب روح السيف. فبيسأله موتشين لو بيتكلم جد فبترد وبتقول له ازاي يتجرأ ويسأل استاذهم حاجه زي كده وبتضربه على دماغه. فالمعلم بيقول لهم يخلي بالهم علشان في وحش بيقرب منهم وده اكيد بسبب اصابه موتشين من شويه وريحته جذبت الوحوش تاني. وبيبص الرين وبيقول لها انه فاكر الاصابه بتاعتها وبيقول لها انه هيحلها بس بعد ما يعالج مشكله الوحوش. وبيجي عليهم عدد كبير من الوحوش فبيقول حلو قوي جايين في
الوقت المناسب وبيقتلهم كلهم بضربة واحدة. وبيقول له موتشين بفرحة كده انه هيفضل معاه لاخر العمر. وبيجمع تشاو طاقة الوحوش وبعدها بيقعد يعالج رين، بس هي بتقعد تتوجع في النص. وبيكتشف تشاو ان حالتها وحشة وبتعيط، فبيقول لها انه مضطر يدخل لبحر الوعي بتاعها علشان يقدر يعالج الاكسير الداخلي اللي جواها. فبتوافق البنت وبتبقى بتتوجع جامد، وبعد شوية بيخلص فعلا. وبعدها بيبص على رمز اليشم اللي رجعه من مينج وبيقول له ان الطاقة جواه مربوطة بالاله بتاعه، وبيستغرب هو ليه مش عارف يوصل لمكانه. وبتقول له زيتشان انها حاسة بحاجة، فبيسألها موتشين هي ايه وانه مش حاسس باي حاجة. فبتقول له انه يناديها باخته الكبيرة وهتقول له اللي هو عايزه، فبيعمل لها اللي هي عايزاه. فبتقول لهم انها سمعت صوت المياه والهواء في غابة الخيزران. فبتقول لها رين ان ممكن ده يكون وهم، فبتقول لها لا وانها سامعة شخص بيدندن باغنية وبتحدد الاتجاه. فبيقول تشاو ان قلادة اليشم دي فعلا غريبة، وبيقول لزيتشان ان التطور بتاع قوتها جالهم بفايدة. وبيقول موتشين هم مستنيين بابا نويل ولا ايه، وانهم المفروض يتحركوا يشوفوا اختهم الصغيرة. وبتطمنهم زيتشان ان سيفها قوي دلوقتي وتقدر تحميهم اكتر. وبيقول موتشين ان حتى هو اصابته اتعالجت ويقدر يتحركوا دلوقتي. فبيقول لهم تمام يلا بينا يا رجالة. وبيتحركوا لغابة الخيزران، وهناك بيقابلهم راجل مع عصابته وبيقول لهم ان الطريق ده بتاعه واللي بيعدي منه لازم يدفع ويسلم الكنوز اللي معاه. فبيقول لهم موتشين وانت مين بقى يا حلو انت وهو، وازاي تتجرأوا وتسدوا علينا الطريق. وبيقول له انت ما تعرفش احنا مين ولا ايه. فبيقولوا له انهم اعضاء طائفة الشيطان، فلو خايفين على مصلحتهم بقى ينفذوا اللي اتطلب منهم والا هيندموهم بعدين. فبيقول لهم تشاو انتوا يا رجاله اللي هتندموا انكم قطعتوا طريقي، وانهم مش عارفين هو مين. وفجأة بيسمعوا صوت واحد بيظهر وبيبقى عبارة عن سواد من فوق لتحت، وبيقول لهم انه زهق من المماطله بتاعتهم. فبيتصدم موتشين من قوه الهاله بتاعته وبيساله لو ممكن يكون وصل لمرحله الرهبان. فبيظهر الراجل شكله وهو بيقول له كويس ان واحد فيكو طلع بيفهم، بس للاسف مش هيعيش كتير علشان هو عايز فاكهه تشوتشيان اللي عليه. وبتساله زيتشان هو مين من الطائفه الشيطانيه، فبيقول لها ان اول مره حد يساله السؤال ده، وبيقول لها انه اكبر جد في طائفه الشياطين وعلشان كده محدش هيقدر يهرب منهم النهارده. وبيطلع طاقته عليهم، وبسبب ضغط قوته بيركعوا الثلاثه على الارض وبينادوا على تشاو. فبيقول تشاو حتى لو اتحول لراهب ما ينفعش يتجرأ ويبقى مغرور قصاده وكمان يتباهى بقوته. فبيقول له الراجل انه متوقعش انه يقدر يستحمل ضغطه. فبيقول له تشاو انه يجيب من الاخر ويقول له هو عايز ايه. فبيقول له من الاخر كده انا عايز سيف البنت الحلوه دي وكمان عايز فاكهه شوتشيان بتاعت الولد ده، وبعدها هيفكر انه يسيبهم عايشين. فبيقول له تشاو مش عايز كمان بنطلوني بالمره، وبيقول له موتشين انه بيحلم. فبيتعصب الراجل الابيض وبيقرر انه يبدا بموتشين. فبيقول له تشاو ما يتجرأش حتى يلمس طرف واحد منهم. فبيهاجمهم العجوز الابيض وبيفادي تشاو الهجوم بتاعه وبيقول له انه هجومه شبه هجوم وحش الظلام الدموي. وبيساله ايه علاقته بيه، وبيساله موتشين مين ده اللي بيتكلم معاه. فبيقول له انه واحد من الناس اللي دمر الديناتان بتاعه من فتره كده. فبيتعصب العجوز الابيض وبيقول له ازاي تتجرأ وتهين الرئيس بتاعي، وبيقول له انه هيقتله وبيهجم عليه. فبيختفي تشاو من مكانه وبيهجم هو عليه وبيقول له انه لو عايز ينتقم المفروض يبقى اقوى من كده. فالمعلم بيقول له انه لسه ما طلعش اللي عنده، فبيقول له انه واقف مستني اهو ويجيب كل اللي عنده. فبيقول له العجوز الابيض لاخر مره يركع له وهو هيقتله من غير تعذيب، والا بقى ما يلومش لنفسه لما يعذب التلاميذ بتوعه قصاد عينيه. فبيقول له تشاو انت عبيط يابا ولا ايه، هو مين اللي هيترجى مين؟ وبيقول له انت شكلك كده مستهزأ بيا، علشان كده هيبدأ بالفاكهه وهياكلها قدامه. وبيقول له موتشين انه مش خايف منه فبيهجم عليه، بس بيستخدم تشاو ورقه وبيثبته مكانه زي الصنم. فبيتصدم من اللي حصل له وبيسأل هو ليه مش عارف يتحرك. وفجأة بتخرج طاقه كبيره من تشاو، فبيسأله موتشين لو هيخترق لعالم جديد. وبتقول زيتشين انه المفروض هيدخل لعالم التحول الروحي، وبتفرح رين علشان ده تقدم كبير. وبيخترق تشاو وبيروح للعجوز اللي لسه مكانه وبيقول له انه حذره وما يقربش من تلاميذه، بس هو كان عنيد فيقابل بقى. فبيترجاه العجوز انه يسامحوه وانه مش هيعمل كده تاني ويعتبره انه عيل صغير وغلط. فبيقول له دلوقتي افتكر انه يترجاه وبيقول له انه خلاص خسر فرصته، وبيقتله بضربه واحده وبيحصل استاذه. وبيقول لهم يلا بينا المشكله اتحلت خلاص، وبيكملوا في طريقهم وبيمشوا جنبه وبيمدح موتشين في قوته الكبيره. وبتبقى رين بتبص عليهم بابتسامه، فبيقول لهم ما يضيعوش في الوقت اكتر من كده وان شياو مستنيهم. وبيبدا
رمز اليشم يتفاعل، فبيقول واضح كده انهم قربوا وان قلادة اليشم اتفعلت. بس فجأة بيسمع صوت العجوز متنكر في شكل عيل صغير، وبيطلع انه انقذ نفسه فرحان ولسه هيهرب، بس بيمسكه تشاو. فبيعرف العجوز هو مين وبيترجى انه يسيبه وهو هيبقى عبد مخلص ليه. فبيستغرب موتشين انه فجأة بقى مستسلم كده، وبتقول زيتشان انه اكيد بيحاول يضحك عليهم. بس العجوز الابيض بيفضل يعيط ويتأسف لتشاو انه ما كانش يعرفه وانه هيبقى خادم تحت رجله. فبيقول له تشاو انه لو كده هيسيبه، بس لو اتجرأ وفكر انه يهاجمهم ما يلومش الا نفسه. فبيرد وبيقول له انه ما يتجرأش يعملها. فبيسأله تشاو مين كان صاحب فكرة انه يجي للمكان ده، فبيقول له انه الابن المقدس لطائفة الشيطان هو اللي طلب منه كده، وقال له انه هيديله مكافآت لما يجيب له فاكهة شوتشيان والسيف. فبيسأله لو يعرف حاجة عن اخو السيدة، فبيقول له لا، وانه سمع ان في حد غامض بيساعده في السر. فبيقول تشاو واضح ان تشانج لسه ما ماتش. فبيقول له موتشين ازاي يعني الراجل ده ممكن يكون لسه عايش بعد كل الضرب اللي كله. فبيقول له انها قصة طويلة هيحكيها له بعدين، بس من اللحظة دي هيقلل مستواه وهيتحركوا اسرع من كده علشان يستدرجوا اللي مستخبيين ليهم في الطريق بسرعة. فبتقول له زيتشان ان كده هيلاقوا شياو وكمان هيمسكوا الناس دي، وبيربط شياو العجوز الابيض بقلادة علشان يضمن انه ما يهربش، وبيحذره انه لو لعب بديله هيقطعهوله. فبيرد وبيقول له انه تحت امره. فيا ترى بقى اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى تشاو هيوصل للي هو عايزه ولا الاعداء هيكون لهم رأي تاني، ويا ترى هيقابل بقية الطلبة بتوعه ولا لا؟ ده بقى اللي هنعرفه القسم الجاي ان شاء الله. وملحوظة صغيرة يا صديقي، كل اللي بيحصل في القصة بتاعتنا من وحي الخيال ولا يمس للواقع بصلة. بس كده يا معلم، ما تنساش بقى انك تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل حاجة جديدة هتنزل بإذن الله. اذكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.